بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة حدود على الطاولة. رجعنا لكم بحلقة جديدة من السلسلة يعني اللي بنحلل فيها شوية عن الفرق الأوروبية في الموسم اللي شغال حاليا. وحلقتنا النهاردة هتكون يعني مش تحليل، اللي هو يعني هتكون نظرات بسيطة على حل الفرق الموسم دوت وعلى حلها في دورياتها واللي بينهم بيلعب في الدوريات الأوروبية وكده. فقبل ما نبدأ مش شايف القناة تفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر اللايك. خلص الدوريات اللي هي السهلة سريع سريع. هنتكلم عندنا عن الدوري الفرنسي اللي يعتبر ما فيهوش حد تعرف تتكلم عليه غير باريس سان جيرمان ومصطفى محمد، علشان هو الحاجه اللي تخصنا يعني. اللي بادئ بدايه كويسه جدا بغض النظر عن الطرد الاخير اللي عمله، يعني اللي حاجه غريبه جدا. انت ماشي بمستوى كويس، حاجه زي دي ممكن توقفك او تعطلك وتوقف تقريبا هو ماتشين او ثلاثه بسبب الطرد اللي خده، بسبب يعني الانفعال على الحكم. اما لو تيجي تتكلم على باريس سان جيرمان اللي بيواصل نزيف النقاط شويه في الدوري الفرنسي، في دوري الابطال برضه مجموعته صعبه، ما بقتش تحس هل هو مضمون هيصعد ولا لا في وسط المجموعه دي. اما في الدوري الفرنسي هو مش يعتبر المركز الثاني تقريبا او الثالث في وقت تصوير الحلقه ديت. فهو مش عارف، زي ما تقول انريكي عايز يبني هويه للفريق، الفريق مش مستوعبها بسبب يعني مش الفريق اللي تقدر يعني بسرعه هتدخل عليه هويه جديده مع لعيبه كويسه استقطبها. يعني تحس ان الخط الهجومي بتاعه بديمبيلي واسينسيو هم اللي جم مكان نيمار وميسي، فبرضه تحس ان الفريق مش عارف يعني ينسجم مع الهويه الجديده شويه. لكن مع الوقت اكيد انريكي هيعرف يعمل للفريق هويه، بغض النظر عن يعني ان انريكي جاي من اسبانيا بعد تعثر في مستواه هو كمدرب، الا ان هو الجماهير حاطه امل عليه والاداره حاطه امل عليه ان هو يقدر يبني هويه. هتمشي منه على الدوري الالماني، هتبص تلاقي بايرن ميونخ وليفركوزن هم الناديين برضو اللي هم عاملين يعني كلام في المانيا دلوقتي يقدر تتكلم عليه. بايرن ليفركوزن متصدر الدوري الالماني مع تشابي الونسو اللي خلاص يعني بنسبه كبيره تحس ان هو حسم مكانه، ان هو السنه الجايه هيجي ريال مدريد، بالذات بكلام انشيلوتي قبل ماتش نابولي لما قال لك يعني بيتمنى ان تشابي الونسو يمسك ريال مدريد. فكلام كويس جدا او اشاره تحس ان هم خلاص جوه النادي عرفوا مين اللي هيمسك ريال مدريد. فعشان كده يعني انشيلوتي قال الجمله دي. الفريق اللي عامل بدايه قويه جدا وخلاص بدات تشوف اللعيبه بتاعته عايزه او في انديه عايزاها باسعار كبيره، واحد زي فيرتس نص الملعب خلاص. باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبرشلونه كل فرقه عرضت 100 مليون جنيه عشان تشتريه. اللاعب سنه صغير 2003 تقريبا وبقاله سنتين عامل شغل عالي لولا الاصابه اللي جات له في نهايه الموسم اللي فات، الا ان اللاعب عامل شغل عالي السنه دي. وطبعا تتكلم على المهاجم بتاعهم ولا تتكلم على فريمبونج الظهير الطاير زي ما بيقولوا، يعتبر دلوقتي من احسن باكات يمين العالم وهو اكترهم ظهورا السنه دي فريمبونج اللي تشابي الونسو عارف يوظفه كويس جدا. فتبص تلاقي ان النادي واقف على حيله جدا حتى في دوري الابطال او في الدوري الاوروبي. النادي واقف على رجله برضه، عامل منظر كويس. هتيجي بقى تنتقل على بايرن ميونخ، هاري كين عامل شغل كويس معاهم، لكن كلنا عارفين ان السنه الاولى في بايرن ميونخ بتبقى صعبه شويه لاي حد. اخر مثال ساديو ماني واللي حصل معاه السنه اللي فاتت، راح بايرن ميونخ طلع على الدوري السعودي على طول. فهاري كين عامل شغل كويس. اللعيب الفرنسي الصغير اللي اسمه ماتياس تيل اللي بيعتمدوا عليه بقالهم فتره، لا لعيب مبشر جدا لدرجه ان في شويه صحف كده قالت لك ريال مدريد يعني بيسال على اللاعب هل يقدر يجيبه هل كده. فاللاعب عامل شغل كويس طبعا معاهم. ده يدل ان بايرن ميونخ برضه مهتم بمنظومه الشباب، عشان هو في كلام كتر اليومين دولت على موضوع الفينسو ديفيز برضه ان هو رايح ريال مدريد. فالنادي ماشي بصوره كويسه، هو المركز الثاني بعد بايرن ليفركوزن. فهل تقدر تقول ان هيمنته ممكن تنكسر شويه؟ برضه تحس ان هويه بايرن ميونخ م- الفريق مش عارف يسترجعها من بعد هانز فليك والحاجات اللي حصلت مع النادي. الا ان النادي برضه ماشي على خطى هي دي اللي متعودينه من بايرن ميونخ. في ساعات في بدايه الدوري بيبقى مريح شويه، بعد كده يقوم على كل الفرق، زي ما شفنا السنه اللي فاتت واللي قبليها. فده برضه حاجات مع الوقت هننتظرها. هو ماشي في دوري الابطال بطريقه كويسه، كفايه ان هو فايز على مانشستر اول ماتش. نعم مانشستر واقع بس برضه هنجيله في الكلام. منه على الدوري الايطالي اللي تلاقي ميلان وانتر اس ميلان وانتر ميلان ويوفنتوس والانديه دي عاملين مستوى كويس السنه دي لحد ما. اس ميلان وانتر ميلان ماسكين خط الدوري. انتر ميلان اكتر فريق ليه هويه السنه دي وليه شخصيه واضحه برضه، بس المشكله الصغيره اللي بتواجهه هو يعني فقدان النقط قصاد الفرق الصغيره. اما اس ميلان برضه بعد التعثر اللي زعل جماهيره جدا من انتر ميلان بالخماسيه، الى ان النادي ماشي عارف يلم اموره على قد ما يقدر. لعيبه راحت لعيبه جت، ادارات مشت ادارات جت، فالنادي على قد ما يقدر بيحاول يسند نفسه. فانتر ميلان واس ميلان هم بتوع السنه اللي فاتت وبتوع السنه اللي قبليها وبتوع السنه اللي قبلها ماشيين على نفس الخطى اللي بيحاولوا يمشي عليها بقالهم فتره. تيجي نابولي امبارح لسه خسران من ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، لكن فريق شخصيته واضحه. ماشي سباليتي ماشي جه رودي جارسيا، لكن اللعيبه بتحاول على قد ما تقدر تكمل على الشخصيه اللي رودي جارسيا يعملها لها.
يوفنتوس كالعاده المشاكل اللي عماله تحصل له واللعيبه اللي بتحصل له. روما برضو بالمشاكل بتاعه مورينيو، الفريق عمال يخسر ويخسر من فرق غريبه، هو تقريبا في المركز الثامن او التاسع دلوقتي. فالدوري الايطالي معلوش كلام ياما، لان الدوري الايطالي بقى له 4 5 سنين على نفس الحال، الانديه بس بتاع اللي بتحصل على البطولات عماله تتغير، الا ان الدوري مولع السنه دي والفرق بتاعته عامله شغل كويس في دوري ابطال اوروبا. منه بقى نطلع على الدوري الاسباني وحركات الدوري الاسباني اللي عماله تحصل في اخر اسبوعين كده. ريال مدريد بعد الخساره من اتلتيكو يفقد الصداره بعد 5 انتصارات متتاليه، يرجع تاني للصداره بعد ما كسب جيرونا اللي كانت متصدره، وبرشلونه في النص ما بينهم يطلع اول يرجع تاني، يطلع اول يرجع تاني على الحال دوت. برشلونه برضو اللي عامل مستوى كويس باللعيبه، وفي كلام خلاص ان هو هيخلص في جواو وكانسيلو ويبقى لعيب يعني شريب بصفه نهائيه. بيحاولوا يعملوا الموضوع مع ده مع جواو فيليكس، لكن هم دول الصفقتين اللي نجحوا. الصفقه الثالثه جوندوجان، ما تفهمش برضو جوندوجان لسه جاي، ما مش عارف ينسجم مع الفريق. اللاعب تحس ان هو في اوقات الريتم السريع بيبطئ، اوقات الريتم البطيء بيسرع، برضو اللاعب ما تحسه محتار. لكن برشلونه مرشح قوي السنه دي ان هو ياخد الدوري، ومرشح قوي ان هو على الاقل يوصل نص نهائي دوري ابطال اوروبا. الفريق عامل شخصيه حلوه، الا بقى اللي ممكن تحصل له مشكله لو في الادوار اللي هي الاقصائيه من بدري، ده دور ال 16 والحاجات دي قابل فرقه كبيره، هنا بقى ممكن تقدر تخاف تقلق. الا ان الدوري الاسباني السنه دي عامل ابداعات. اما كلامنا عن ريال مدريد احنا عملنا له حلقتين مخصوصين، الحلقتين اللي فاتوا تقدر تروح تشوفهم، بس كلامنا عليه بعد ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا اللي هو بتاع امبارح، قصدي ماتش دوري ابطال اوروبا بتاع امبارح دوت اللي كان ضد نابولي اللي كسبوا 3-2. برضو على كلامي ان لو في فرقه عندها هويه واضحه وشخصيه قدرت تحجم لعيبه ريال مدريد، ريال مدريد هيعاني، وده اللي شفناه من نابولي امبارح في الشوط الثاني. ريال مدريد ما عملش اي حاجه غير الشوطه بتاعت فالفيردي واتمسك عليهم كوره بطريقه غريبه جدا. فده كلامنا عن الدوري الاسباني، لان عملنا له حلقتين اصلا مخصوصين قبل كده. الانجليزي بقى طبعا انا اكتر سنه دي يعني اكتر من السنه اللي فاتت كمان متفائل بارسنال ممكن ياخد الدوري، مش عارف ليه. دلوقتي ماشي مانشستر سيتي متصدر الدوري، تحته على طول ارسنال وتوتنهام، هما الاثنين فرق نقطه عنده. ارسنال وتوتنهام هما الفرقتين الوحيدين اللي لحد دلوقتي في الدوري الانجليزي ما خسروش. هتيجي بعد كده تتكلم على موجود ليفربول، موجود مانشستر يونايتد، موجود تشيلسي، مش في المراكز يعني دي الفرق اللي بتنافس. اما الكلام كله على مانشستر يونايتد، الفرقه اللي خلاص بعد خسارتها امبارح حتى في دوري الابطال من غلطة سراي. الفريق السنه دي واقع وفي مشاكل، يعني تحس ان كلام كريستيانو اللي قال على تيتن هاج ده كله بيتحقق دلوقتي. فكلامنا عن مانشستر يونايتد تحليليا، الفريق واقع، الفريق فيه مشاكل، الحارس بتاعك مش عارف يسد، انت كمدرب عمال تسلم اللعيبه بتاعتك تسليم اهالي زي ما بيقولوا، فانت كمدرب ما بقتش عارف تلم اوراق الفريق زي ما كنت بتقول. ليفربول والظلم التحكيمي اللي بيحصل له من بدايه الموسم، اللي انا كنت على كلامي شويه ان ليفربول السنه لو الماتش اللي فات بتاع توتنهام لو كانت قدرت تفوز، هي كانت تقدر تفوز، والتحكيم اللي عمل عمايله كنت شايف ان ليفربول هيكون ند قوي بالمنافسه على الدوري. اما ليفربول زي كل اللي تقدر تقوله عليه اصلا مشاكل التحكيم اللي عماله تحصل معاه، والماتش اللي فات خير مثال. تشيلسي يعني تشيلسي ما حدش عارف لها هديه، اللعيبه بتاعتها مش عارفه تنسجم، ان انت جبت فرقه كامله بتقول لهم يلا العبوا وعيشوا مع بعض، وجايب لهم مدرب غايب عن الدوري الانجليزي بقاله فتره، يعني مش مستوعب التطور اللي حصل. ارسنال بقى ومانشستر سيتي وتوتنهام، طبعا في كلام برضه نقدر نقول على استون فيلا اللي عامل اداء خرافي وفايز اخر ماتش على برايتون 5-1، فده فريق برضه حصان اسود السنه دي. ارسنال وتوتنهام اللي خلاص وثقوا في اللعيبه الشباب، واللعيبه الشباب بقى بتديهم حق الثقه اللي وثقوا لهم فيهم. انجي بوستوكوغلو المدرب اللي عارف يتعامل مع اللعيبه شخصيا ونفسيا بطريقه تفجع، نفس الكلام بالظبط اللي ارتيتا عمله مع ارسنال. تيجي تبص لهم الاثنين، انجي بوستوكوغلو عارف فعلا يعني يشد اللعيبه دي، يجمع اللعيبه حواليه، كون ان اللعيبه اصلا ما كانش تعرفها قبل كده، عارف يجيب لعيبه صغيره يبني عليها خطط. اللعيبه اللي في ماتش ليفربول كانت عارفه تمسك ماتش على ليفربول. ونص الملعب بتاعهم اللي انا شايفه اقوى ثنائيه السنه دي هو بيسوما وماديسون، انت عندك مخ وعضلات في الملعب، ففريق مبني صح. عندك ارسنال اللي لعيبته بدات تفهم بقى روح الخبره بتاعت ارسنال. اللقطه الجون بتاع كاي هافرز ضربه جزاء لما جابريل خيسوس هو اللي كان هيشوطها، راح اوديجارد كلمه، بيروح كابتن الفريق بقى راح كلمه وقال له سيب الكره لهافرز، وهافرز شاطها والضغط اتشال من عليه والجماهير سقفت له شويه. ارسنال بدا يشم روح يعني الخبره مره تانية. بص لعيبه الشباب اللي بتقول لارتيتا وبتقول للاداره وثقتوا فينا فهنديكوا، والفريق اللي فعلا وسط اللي فينا لعيبه برضه غابت عنه زي تيمبر وكده، الفريق اللي عرف يقف على رجله فعلا. ودي حاجه الواحد يحترمها في ارتيتا المدرب المستقبلي. شفنا بقى في مدربين شباب جايه اليومين دولت، ارتيتا وتشافي الونسو وتشافي هرنانديز، ففي لعيبه خلاص بدات او في مدربين من اللي كنا بنشوفهم في الزمن الجميل بتاع كره القدم 2014 و13 و12 والحاجات اللي احنا كجيل صغير وعينا عليها دي بدات تبقى مدربين قدامنا تاني. مانشستر سيتي اللي خسر الماتش اللي فات من وولفرهامبتون،
خلاص ما بقتش عارف مانشستر سيتي غاب جوارديولا برضو عن الخط بسبب الاصابه اللي حصلت له شويه دي، هل اثرت على الفريق في الملعب؟ هل اثرت على روح الفريق ولا لا؟ فبس عشان ننهي حلقتنا، ده كانت نظره مبسطه على اول 5 6 اسابيع من الدوريات. فقبل ما ننهي ما تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات وتدوسوا على